عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيضا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، كلمات قليلة لكنها ماذا؟ فيها معنى عظيم جدا. يقول: دع، النبي عليه الصلاة والسلام، دع يعني أترك ما يريبك، يعني ما يحصل لك فيه شك وحيرة واضطراب، إلى ما لا يريبك يعني إلى ما لا يحصل لك فيه قلق ولا شك ولا ريبة ولا اضطراب. راوي هذا الحديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ابن من؟ ابن علي وابن فاطمة، وجده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكثير من أهل البيت إلى اليوم هم من ذريته عليه السلام، ومناقبه عظيمة، ورويت في شأنه فضائل كثيرة رضي الله تعالى عنه. بل نص النبي عليه الصلاة والسلام مرة فقال إنها إلى الحسن، فقال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. فكان وقع في لما بويع بالخلافة بايع، هو مكث 6 أشهر ثم بايع معاوية رضي الله عنه، وتنازل عن البيعة لمعاوية، فسمي ذاك العام عام الجماعة، عام 40 للهجرة، واجتمعت الأمة على خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، فحصل يعني بسببه خير عظيم للأمة، ومناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه. ومن الأحاديث التي رويت، وهنا وصفه النووي قال: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وذكر كنيته أبو محمد، لأننا عرفنا أن النووي أول موطن يذكر فيه الصحابي يذكر شيء من كنيته ووصفه. ذكر وصفه هذا سبط رسول الله، يعني حفيد النبي عليه الصلاة والسلام من بنته، حفيده من جهة بنته يسمى السبط. وريحانته لشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، بل جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأنه هو وأخيه الحسين: هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال حفظت؟ كثير من رواة الحديث سواء من طبقة الصحابة أو التابعين أو من دونهم يذكرون كلمات تدل على ضبطهم، فيقول: حفظت كذا، أو حدثني وأنا عنده في مكان كذا، حدثني ونحن عند البيت الحرام، حدثني ونحن في المسجد. يذكر كلمة لا علاقة لها بالحديث، لكن هي دليل على ماذا؟ حفظه وضبطه. وإذا أردتم معرفة هذا الباب بشكل أوسع اقرأوا صحيح مسلم. صحيح مسلم اعتنى بهذه المسائل عناية عظيمة في مروياته، فيذكر ما قاله ماذا؟ هؤلاء سواء كانوا صحابة رضي الله عنهم أو من دونهم، وهذا يدل على ماذا؟ على ضبطه وحفظه. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الآن تترك، عرفنا أن دع ما يريبك يعني اترك ماذا؟ الذي يحصل عندك فيه قلق، شك، ريب، لكن ليس أي قلق. انتبه، أنت الأمر هنا أن تترك ما يحصل لك فيه ريب وشك وقلق إلى ما لا يحصل لك فيه قلق ولا شك ولا ريب.
لكن يكون الدافع الآن في القلق والشك دليل أو أصل، لأن بعض الناس موسوسين كل شيء يشك فيه، واضح؟ أو يحكم على الشيء من غير علم، أو لا يسأل، ينظر في الشيء يقول لا هذا فيه قلق فيه ريب فيه، وينصرف إلى غيره، مع أنه ما سأل أهل الاختصاص وأهل العلم وأهل الخبرة. فالريب والشك هنا ماذا؟ إذا كان الدافع له أصل شرعي أو علم أو دليل. وهذا الحديث شبيه بما تقدم، حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذا الاشتباه هو من جنس هذا الريب والقلق والشك. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأمر الذي يكون فيه شبهة فيه شك هو الذي تتركه. أما الأمر الثابت الواضح الحلال البين هذا لا يقال فيه دع ما يريبك، ما يقال فيه. فالحديث يدل على أن على المؤمن أن يترك ما فيه شبهة، ويترك ما فيه قلق، ويترك ما لا تطمئن النفس إليه بناء على علم ودليل، إلى الأمر الواضح الذي لا شك فيه ولا ريب ولا قلق ولا اضطراب، وهو حلال واضح. هنا فائدة نقرأها من كلام الحافظ بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. ذكر مسألة عجيبة، يقول وها هنا أمر ينبغي التفطن له. ذكر هذا في شرح الحديث. يقول وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها. إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. بعض الناس في باب ما شاء الله عنده ورع، لكن في باب ما عنده ورع. يقول وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين. يسألون ابن عمر عن دم البعوض نجس أو طاهر وهم قد قتلوا الحسين. يقول وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. إذن هذا الحديث دل على منهج في حياة المسلم، ألا وهو أنه إذا اشتبهت الأمور واشتبه الحلال بالحرام وحصل هذا الباب، سواء كان أمر في الطعام الشراب التجارة الأعمال السفر غيرها، إذا كان الأمر فيه ريب وفيه قلق وفيه التباس الحلال والحرام وتبين لك وسألت أهل العلم، فاترك هذا الأمر. وسبحان الله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. إذا تركته لله أبشر بأقل شيء الراحة في النفس وانشراح الصدر، أنك ما دخلت في أمر يلحقك فيه ذنب أو مؤاخذة. نعم.